بص يا غالي، الفرق الوحيد بين السوفتات المالتي ستريم اللي هي بتدعم مالتي ستريم والسوفتات اللي ما بتدعمش المالتي ستريم، هقول لك على حاجه واحده عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض. معانا السوفت ده بيدعم بقى النشير V2 والجي شير بلس فيرجن 5، وعندنا البطاقه الذكيه. يعني السوفت ده كامل مكمل، ضايف الثلاث خصائص اللي الناس كلها بتدور عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة هطول عليك النهاردة، بس ان شاء الله هقدم لك شوية سوفتات محترمين. بدل ما اعمل كل فيديو في سوفت ولا اتنين، جالك النهاردة بحوالي عن 4 سوفتات متميزين، الاربعة احلى من بعض. ان شاء الله هنقدم لكم اضافات المالتي ستريم لاجهزة الصن بلس. عايزين نروق، عشان كنت ممكن ان انا اضيف صن بلس الواي فاي الخارجي والواي فاي الداخلي في فيديو واحد، بس حبيت عشان الناس ما تتلخبطش، لان انتوا عارفين ده هيقبل سوفت ده وده هيقبل سوفت ده، عشان الجهاز ما يقفش منك ويعمل لمبة حمراء ونرجع نشحن فلاشة. يبقى خلينا مع بعض وما نطولش في الشرح. ما تنساش اعجابك وتعليقاتك، وشكر خاص لكل الناس المحترمة على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي شرحاء بلسات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. طولت عليكم في موضوع تحويلات المالتي ستريم لأجهزة الصن بلس 1506 تي في و اتش في فلاشة 4 ميجا واي فاي خارجي. النهارده ان شاء الله هقدم لكم مهرجان سوفتات، يعني هيبقى معانا حوالي عن 4 سوفتات متميزين. في سوفت النهارده نزل جديد لجهاز مش جديد علينا، فان شاء الله مش عايزين نطول في الشرح عشان خاطر نقدر نستفيد من تحويلات النهارده، ونعرف مع بعض ايه الاضافات وايه المميزات، وفي اضافات تانية غير المالتي ستريم في شرح النهارده. يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لتصل كل ما هو جديد في عالم الصورات. موضوع النهارده وشرح النهارده كان ممكن اعمله على 3 فيديوهات، ولكن ان شاء الله هنعمله كله. هيبقى مهرجان سوفتات وتحويلات لكل اجهزه الصن بلس 1506 تي في و اتش في فلاشه 4 ميجا واي فاي خارجي مش داخلي. ان شاء الله الشرح اللي جاي هيبقى للواي فاي الداخلي فلاشه 4 ميجا. النهارده يا جماعه في طبعا اضافه المالتي ستريم، حاجه محترمه حاجه جميله. في سوفتات من اللي معانا النهارده هيبقى فيها جي شير بلس فيرجن 5 للشبكات الهوائيه، وهيبقى معانا الاثنين. يعني في سوفتات هنقدمها النهارده هتدعم الخاصيتين، وفي حاجات هتدعم البطاقه الذكيه. يعني مش عايزين نطول في الشرح عشان خاطر ما تفقدش جهازك وتقدر تستفيد وتشوف السوفت الحلو اللي يعجبك وتنزله، لان كل السوفتات محترمه وجميله اللي قدمها لك النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا ريسيفر، وصلنا كل حاجه. ده سوفت من ضمن السوفتات اللي كنت هقدمها النهارده، فعشان برضو نوفر في الوقت، ده سوفت المارفل، سوفت محترم بيدعم المالتي ستريم وجي شير بلس فيرجن 5. حاجه مميزه حاجه محترمه. نبذه سريعه كده هنخش على الوسائط المتعدده. عندنا ده الشغل اللي الجهاز بيدعمه، جي شير بلس باندل وجي شير بلس فيرجن 5، والنشير في 2 باحدث اصدار، ودي كيو كام والنشير. هنرجع باك، ولو دخلنا هنا هو بيدعم المارفل فقط لا غير، اللي هو يعتبر بتاع السوفت. ولو دخلنا على الضبط، الميزه في السوفت ده انه بيدعم اليو اس بي كابل واللاسلكيه وقطعه اللان، يعني بيدعم كل حاجه. لو دخلنا هنا على النسخه، الجهاز بتاعنا 1506 اتش في، والبوت بتاع الجهاز 35 في 35، يعني بوت جديد. تاريخ السوفت 17/12/2025، بيدعم الفلاشه الجديده فقط لا غير. وهنا بقى تنبيه لكل الناس، حاول تخش على نسخة الجهاز وتشوف بوت الجهاز اللي هي نسخة البرمجيات، عشان خاطر لو بوت قديم في 12 13 14 يبقى لازم تدي للجهاز سوفت تمهيدي. انا بنبه على الناس عشان الجهاز ما يقفش معاك ويعمل لمبة حمراء. سريعا كده بقى نخش نجرب بقى حلويات النهاردة. ده سوفت من ضمن السوفتات. هنخش على التحديث. لو عندك ملف قنوات انت مرتبه او مش عايزه يتمسح في السوفتات، هتخش وتسحبه. طبعا تخش على اي فولدر او على الفلاشة من بره وتضغط ازرق، هيسحب معاك ملف القنوات عادي. جهازنا اتش في. بصوا يا جماعة، دي كلها سوفتات. ده سوفت المارفل اللي بنتكلم عليه. سبحان الله، النهاردة نزل سوفت للنوفا نجربه مع بعض. بسم الله. وده يبقى تاني تحويل في شرح النهارده. عايزين يا جماعه مفيش تسريع في الفيديو عشان خاطر تقدر تستفيد. هقدم لك النهارده سوفتات كتير، شوف اللي يعجبك. كلهم فيهم اضافات وكلهم سوفتات مميزه. في اللي بيدعم فلاشتين، في اللي بيدعم يو اس بي كابل، في اللي بيدعم
المالتي ستريم، كله بيدعم المالتي ستريم عشان يبقى الناس عارفه. في اللي هيدعم البطاقه الذكيه، وفي اللي هيدعم الجي شير بلس فيرجن 5 للشبكات الهوائيه. سوفتات محترمه وسوفتات جميله. ما تنسوش اعجاباتكم وتعليقاتكم واشتراككم في القناه. شكر خاص لكل الناس المحترمه الجميله على القناه. بعتذر عن عدم الرد على ناس في التعليقات. جهاز سحب معانا السوفت تمام. هنسيب الجهاز لحد ما يفتح لوحده. وبننبه تاني، لو جهازك بوت قديم لازم تدي سوفت تمهيدي. عندنا شروحات كتير تقدر تدي منها السوفتات التمهيدية. ده الخلفية بتاعت النوفا. والله زمان يا نوفا ما نزلش سوفتات بقاله فترة. سوفتات النوفا، أجهزة النوفا أجهزة محترمة ولها كل الدعم. بسم الله. دي قائمة القنوات، حاجة محترمة حاجة جميلة. طبعا إضافة شفرة بيس، هتقف على القناة وتضغط صفر زي ما قلنا في شروحات سابقة. وده منيو النوفا. تفتكروا كنا نزلنا سوفت من زمان لأجهزة النوفا، كان يعتبر نفس الشكل كده بالظبط. ولكن بصراحة أنا اللي يهمني في الجهاز إن أنا أشوف إضافات، حاجات مميزة جديدة في السوفت. هنخش على السيتنج، هننزل على النسخة. هنا كتب لنا 1506 تي في لأن أنا معدل السوفت للاتش في. تاريخ السوفت 24/12/2025. بيدعم الفلاشة الجديدة فقط لا غير. نسخة البرمجيات في 35 يعني بوت جديد. هنخش على تكوين الشبكة. بيدعم معانا اللاسلكية واليو اس بي كابل والقطعة المحلية. هنخش على الاكس كام. عندنا هنا الجهاز بيدعم الجي شير بلس فيرجن 5 والناشير في 2 والتربو شير والجو سات بلس فيرجن 3 والناشير والدي كيو كام. في ناس هتعوز السوفتات ديت، يعني في ناس عايزه الاضافات ديت، في ناس عايزه اضافات تانية. بيدعم معانا الوين والنوفا باحدث اصدار. عشان ما نطولش على بعض هنخش نجرب يلا التحويل التالت. النوفا منزل سوفتين، وعلى حد علمي انا بجرب زيكم، يعني مش عملت فيديو او جربت قبل كده. على حد علمي ان النوفا منزل سوفتين. سوفت بيدعم الجي شير بلس فيرجن 5 مع الناشير في 2، وواحد بيدعم الناشير في 2 فقط لا غير. فاحنا يعتبر كده النوفا يعتبر سوفت واحد. ده سوفت السيناتور. بسم الله. جهاز بيسحب معانا السوفت تمام. المالتي ستريم هنجربها مع بعض لان انا متاكد ده انا مجربه. السوفتات اللي هقدمها لك النهارده كلها بتدعم المالتي ستريم. وهنعمل تجربه في اخر سوفت، او ممكن في السوفت بتاع السيناتور، او في سوفت الكويماكس او المارفل مجربه عليه شغال تمام. يعني بصراحه كل السوفتات مجربه شغال عليها تمام المالتي ستريم. وبرضه هنعمل نبذه سريعه للناس عشان تعرف ازاي تضيف جهازك المالتي ستريم، وازاي تعرف ان كان هو وعليه سوفت مالتي ستريم ولا لا. جهاز سحب معانا السوفت، نسيبه لحد ما يرستر ويفتح لوحده. الجهاز فتح معانا سيناتور 3 وحايد بلوتوث. واحد يقول لي انا جهازي مش بلوتوث يا عم بلال. اقول لك ما بتفرقش عادي، مفيش فيها اي مشكله خالص. الجهاز اللي شغال عليه الترومان ريموت عادي خالص مش بلوتوث، دي ما تفرقش. يفرق معاك لو الواي فاي داخلي او خارجي. ده منيو السيناتور متعودين عليه. بيدعم المالتي ستريم وبيدعم البطاقه الذكيه عن تجربة، والجي شير بلس فيرجن 4. هنخش اهوت نتأكد برضو للناس. هنضغط 1506. عندنا جي شير بلس فيرجن 4 والناشير في 2، وعندنا الاوتو بيس والبطاقة الذكية زي ما بقول لكم. عارفين السوفتات السيناتور سوفتات محترمة وسوفتات جميلة. نخش بقى نجرب التحويل الرابع معانا. انا بحاول ان انا اقتصر في الوقت عشان ما اطولش عليكم عشان تقدر تستفاد. جربنا المارفل وجربنا النوفا وجربنا السيناتور، يبقى عندنا الكيوماكس. بسم الله. هسيب لكم السوفتات متعدله ان شاء الله جاهزه. ال 1506 اتش في وال 1506 تي في، كل حاجه لوحدها. يبقى احنا النهارده معانا 4 تحويلات: النوفا والسيناتور والكيوماكس والمارفل. الاربعه بيدعموا المالتي ستريم. حاجه محترمه حاجه جميله. انت وراحتك بقى، كل واحد يختار السوفت اللي هو عايزه. هنشوف الكيوماكس برضو ايه الاضافات المميزه اللي فيه. جهاز سحب معانا السوفت. لو طول معاك في الفتح عادي مفيش فيها اي مشكله خالص. سيب الجهاز لحد ما يفتح لوحده. خلفيه عبعال اللي متعودين عليها في كل اجهزته. اجهزه بصراحه محترمه، عاد بيأدي اداء حلو وكويس، وتقفيل الجهاز عاد محترم، والسوفتات بصراحه عاد جميله. وطبعا كان السوفت او الشرح اللي فات كنا بنتكلم عن مشكله ان الجهاز فاصل اشاره. وهنا واحد يقول لي يعني الجهاز ده شغال ولا يا عم بلال؟ طبعا عدله السوفت، عشان كده انا منزل سوفت كيوماكس. بسم الله. صدق الله العظيم. الجهاز شغال معانا تمام، مفيش فيه اي مشكله خالص. ده السوفت الجديد اللي نزل بعد
اللي احنا كنا اتكلمنا عليه اللي هو كاتب الخدمة غير متوفرة. نبذة سريعة كده عن سوفت الكوماكس، وهو السوفت الأخير معانا. لو دخلنا هنا مفيش أي إضافات جديدة. لو دخلنا على النسخة 1506 HV، تاريخ السوفت 17/12، التاني كان 13/12. بيدعم الفلاشة الجديدة فقط لا غير، ونسخة البرمجيات V35 يعني بوت جديد. لو دخلنا على تكوين الشبكة بتدعم اللاسلكية والUSB كابل فقط لا غير. طب احنا هنا بقى يا عم بلال عايزين نضيف المالتي ستريم. هنخش على الميديا للتسكير برضو، هنضغط 1506. معانا السوفت ده بيدعم بقى النشير V2 والجي شير بلس فيرجن 5، وعندنا البطاقة الذكية. يعني السوفت ده كامل مكمل، ضايف الثلاث خصائص اللي الناس كلها بتدور عليها. بص يا غالي، الفرق الوحيد بين السوفتات المالتي ستريم اللي هي بتدعم مالتي ستريم والسوفتات اللي ما بتدعمش المالتي ستريم، هقول لك على حاجة واحدة عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض. عندك طبعا قمر البدر سات او العرب سات، اي مسمى. هنخش على قائمة الترددات، هنضغط سات، هنختار قمر بدر اللي هو 26 شرق، وهنيجي نعمل احمر اضافة، وهنضغط 3 وحايد 8 0، 3 وحايد 8 0، 8 0 8 1 يعني 81 82 مش هتفرق عندي. وهننزل 27500 عمودي وهنضغط اوكي. قال لك المرسل موجود، هو راح جاي نقلك على التردد لوحده. تمام، جاب اشاره. الاجهزه اللي هي البوت القديم او اي سوفت عامه برضو بيجيب اشاره. الفرق هنا ايه؟ لما نضغط بحث ونعمل اوكي في البوت القديم او الاجهزه اللي ما بتدعمش والسوفتات اللي ما بتدعمش مالتي ستريم، هتلاقي يعمل بحث ويروح جاي قايل لك فشل او التردد غير موجود او قنوات غير موجوده. زي ما حضراتكم شايفين التردد عمل اوكي، يعني القنوات كده هتنزل. يبقى الجهاز والسوفت بتاعنا بيدعم المالتي ستريم. زي ما حضرتك شايف القنوات نزلت معانا تمام. هنعمل حفظ، نضغط اوكي، وزي ما انتم شايفين تمام. وكده يبقى احنا ضفنا، كده يبقى احنا المالتي ستريم شغال معانا تمام. السوفتات كلها يا جماعه اللي قدمتها لكم النهارده هي نفس سوفت الكوماكس، بتدعم المالتي ستريم، وفي زي ما قلنا الجي شير بلس فيرجن 5. يعني معانا سوفت الكوماكس بيدعم الثلاث خصائص، البطاقه الذكيه والجي شير بلس فيرجن 5 في الشبكات الهوائيه والمالتي ستريم. سوفتات محترمه، سوفتات جميله، كل واحد حر ينزل اللي هو عايزه، كله عن طريق USB بدون اي مشكله. وهنا يبقى وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كان موضوع محترم وشرح مميز، يا رب تكونوا استفدتم. كان موضوعنا عن تحويلات المالتي ستريم وجي شير بلس فيرجن 5 لكل الشبكات الهوائية والبطاقة الذكية. يعني كان موضوعنا الحمد لله 4 تحويلات مميزين أو أكتر. إن شاء الله بإذن الله الشرح اللي جاي هيبقى للواي فاي الخارجي. النهاردة كان الواي فاي الداخلي لكل أجهزة السان بلس 1506 تي في واتش في فلاش 4 ميجا واي فاي خارجي. يا رب تكونوا استمتعتم بالشرح. ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنساش اشتراكاتك واعجاباتك وتعليقاتك الجميله. شكر خاص لكل الناس المحترمه على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي شرحات بلا في كل مكان.